لو سمحت ممكن سؤال صديقتي قدمت على الجرين ووصل لها خطاب بأنه تمت الموافقة على الجرين وهذا الرقم وسوف يرسل لها بالبريد على عنوانها ولم تستلم الجرين من البريد منذ سنة. ماذا تعمل؟ ممكن الإفادة بالرأي لو تفضلت. ده سؤال مهم جدا وحالة بتتكرر كتير قوي الأيام اللي فاتت ومحتاجة تصرف سريع ومش تجاهل خالص. أول حاجة لازم نعرفها إن موافقة الجرين كارد مش معناها إن الكارت اتطبع أو اتشحن على العنوان. أحيانا بيكون في مشكلة في عنوان البريد نفسه. القاعدة العامة حسب آخر تعليمات الUSCIS إنك بتستلم الجرين كارد خلال أسابيع من الموافقة عليه، مش سنة كاملة أبدًا. بعد سنة انتظار ده مش طبيعي خالص، وبيعني إنه في إجراء لازم يتعمل فورًا دلوقتي حالًا. الحل الأول إن الشخص ده يدخل على حسابها على الUSCIS اللي هو الأكونت بتاعها، وتتأكد من إن حالة الكارت والعنوان المسجل صحيح. هو العنوان الصحيح اللي مكتوب دلوقتي. لو الحالة مكتوب عليها card produced أو mailed لازم تعمل طلب عدم استلام رسمي. الطلب ده بيتم عن طريق الأونلاين من خلال الأكاونت بتاعك، أو كمان ممكن تقدّم على خدمة اسمها e-request أونلاين. اكتب في جوجل e-request ولو كل ده اتعمل ولسه ما فيش أي نتيجة، ممكن تكلم الUSCIS الsupport team بتاعهم أو إيميل اللي موجود على الويب سايت. حاول تتواصل معاهم بأي شكل من الأشكال علشان خاطر التأخير ده مش طبيعي خالص. أنا في رأيي إنه ممكن يكون اتبعت على عنوان خطأ أو كان في خطأ في العنوان في الapplication واتبعت على عنوان بشكل خطأ، لأنه معنى إن الgreen card اتوافق عليه ده معناه إنه أنت دلوقتي حاصل على الاستعراض بتاعة المقيم الدائم. وطالما أنت معاك الgreen card أو حصلت على هذه الاستعراض يعني على هذه الحالة، لازم تكون ماشي وأنت الgreen card معاك في جيبك أو في محفظتك. فعدم وجود الgreen card ده أصلًا وأنت ماشي بيه ده مخالفة أصلًا للقانون. أتمنى أكون فدتك بالإجابة دي، ولو حضرتك محتاج شرح بشكل أعمق لحالتك تقدر تحجز مكالمة من اللينك اللي موجود في أول comment، وأنا أكيد يشرفني إن أنا أرد على كل أسئلتك واستفساراتك. شكرًا جزيلًا.